فاسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتائج قراراتكم وكيف سيحكم عليكم التاريخ. قبل أن أختم أقول للجميع أننا سندفن شهدائنا هذا المساء برفح، بغزة، بكل فلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم أحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل من دون حساب ولا عقاب. ستعود الجزائر لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين، ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته، فإن لنا نفوسا لا تمل، عزيمة لا تكل. فاسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتائج قراراتكم وكيف سيحكم عليكم التاريخ. قبل أن أختم أقول للجميع أننا سندفن شهدائنا هذا المساء برفح، بغزة، بكل فلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم أحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل من دون حساب ولا عقاب. ستعود الجزائر لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين، ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته، فإن لنا نفوسا لا تمل، عزيمة لا تكل. فاسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتائج قراراتكم وكيف سيحكم عليكم التاريخ. قبل أن أختم أقول للجميع أننا سندفن شهدائنا هذا المساء برفح، بغزة، بكل فلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم أحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل من دون حساب ولا عقاب. ستعود الجزائر لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين، ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته، فإن لنا نفوسا لا تمل، عزيمة لا تكل. فاسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتائج قراراتكم وكيف سيحكم عليكم التاريخ. قبل أن أختم أقول للجميع أننا سندفن شهدائنا هذا المساء برفح، بغزة، بكل فلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم أحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل من دون حساب ولا عقاب. ستعود الجزائر لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين، ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته، فإن لنا نفوسا لا تمل، عزيمة لا تكل. فاسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتائج قراراتكم وكيف سيحكم عليكم التاريخ. قبل أن أختم أقول للجميع أننا سندفن شهدائنا هذا المساء برفح، بغزة، بكل فلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا
باسم أحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل من دون حساب ولا عقاب. ستعود الجزائر لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين، ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته، فإن لنا نفوسا لا تمل، عزيمة لا تكل. فأسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتائج قراراتكم وكيف سيحكم عليكم التاريخ. قبل أن أختم أقول للجميع أننا سندفن شهدائنا هذا المساء برفح، بغزة، بكل فلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم أحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل من دون حساب ولا عقاب. ستعود الجزائر لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين، ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته، فإن لنا نفوسا لا تمل، عزيمة لا تكل. فأسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتائج قراراتكم وكيف سيحكم عليكم التاريخ. قبل أن أختم أقول للجميع أننا سندفن شهدائنا هذا المساء برفح، بغزة، بكل فلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم أحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل من دون حساب ولا عقاب. ستعود الجزائر لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين، ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته، فإن لنا نفوسا لا تمل، عزيمة لا تكل. فأسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتائج قراراتكم وكيف سيحكم عليكم التاريخ. قبل أن أختم أقول للجميع أننا سندفن شهدائنا هذا المساء برفح، بغزة، بكل فلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم أحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل من دون حساب ولا عقاب. ستعود الجزائر لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى وتطالب